السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معكم محمود جمال من قناة كتب مسموعة لكل الأعمار، وقراءة في كتاب التفكير الواضح، تأليف هي روتشيلس، ترجمة لطيف دوس. عنوان الفصل الأول: أهمية التفكير الواضح. يستطيع النمر أن يسبق الإنسان في العدو، كما يستطيع الأسد أن يقاتل أفضل من الإنسان الأعزل من السلاح، ويستطيع الطائر أن يطير بمجرد الخفق بجناحيه. ولكن الإنسان يمتاز على هذه المخلوقات جميعا وعلى سائر المخلوقات المعروفة قاطبة بميزة كبرى، تلك هي رقي مخه. وهو يستطيع بفضل هذا المخ الراقي أن ينظم الأصوات المركبة ويكون منها كلاما ذا معنى يبلغ به أفكاره إلى غيره من الناس، كما يستطيع أن يسجل هذه الأفكار بالكتابة والطباعة لينقلها إلى سواه، وأن يتأمل هذه الأفكار ويعيد تنظيمها بأشكال شتى ليحصل على معلومات جديدة، أو ليصل إلى نتائج عن أشياء لا يستطيع أن يراها أو يسمعها أو يلمسها. وبعبارة أخرى، إنه يستطيع أن يعقل. ولقد تمكن الإنسان بفضل قدرته على التفكير، فضلا عن قدرته على الكلام وعلى استخدام يديه بمهارة، من أن يخترع السيارة التي تسبق النمر في سرعة عدوها، والطائرات التي تخلف أسرع الطيور ورائها، والآلات الرافعة والمجارف التي ترفع أضعاف ما يستطيع أي حيوان أن يرفعه. وبفضل قدرته على التفكير استطاع الإنسان أن يتقن صناعة ألوان جديدة من الطعام، وتعلم أن يصطنع لنفسه ملابس من ألياف جديدة مبتكرة. كما توصل بفضل القدرة على التفكير الرياضي والمهارة الهندسية إلى وسائل بناء الجسور الكباري الضخمة وناطحات السحاب والمصانع والمنازل وغيرها من المنشآت التي يستخدمها في مختلف الأغراض. كما تمكن من أن يستخرج من باطن الأرض ما فيها من حديد وألمنيوم ورصاص ونحاس وقصدير وغيرها من المعادن. وتعلم أن يستخدم الوقود بطرق مؤمنة لتدفئة المساكن وتسيير السيارات. إن القدرة على التفكير هي التي مكنت الإنسان من أن يخلق حضارتنا الراهنة، وأن يتغلب على الأمراض ويطيل فسحة العمر، كما مكنته من أن يطلق فنه في الفضاء، وأن يعكف على التغلب على مشكلات الحياة على الكواكب غير الصالحة للحياة. فترى العلماء والمهندسين يكرسون وقتهم كله للتغلب على مشكلة الظروف المعادة التي يتوقع أن يقابلها المسافرون في الفضاء. كذلك ابتكر الإنسان آلات معقدة ليسبر بها أغوار الذرة ويقف على أسرارها، ثم استخدم هذه الأسرار في ابتكار وسائل جديدة لتوليد الكهرباء، كما استخدمها في صناعة الأسلحة النووية المدمرة. ويحتاج الإنسان إلى هذه القدرة على التفكير لتحول دون ما يمكن أن تجلبه هذه الأسلحة من دمار، على أن القدرة على التفكير لازمة للحياة اليومية. كذلك فالواحد منا تحاصره من كل صوب إعلانات متعددة تدعوه إلى شراء هذا النوع من الصابون، وأن يدخن ذلك النوع من السجائر، أو يأكل هذا الصنف من الزبد. ومقدرة الإنسان على التفكير
هي التي تحول دون إنفاق المال في غير وجهه الصحيح. وعندما يحين موعد الانتخاب لا بد لك من التفكير الواضح لتستطيع أن تزن ما تقوله الصحف وما يقوله السياسيون. وعندما تناقش أصدقائك في أحداث الساعة سيلعب التفكير الواضح دورا هاما في الوصول إلى أحكام معقولة. فالديمقراطية السليمة تحتاج إلى مواطنين على قدر كاف من الوعي بالمسائل السياسية والقدرة على التفكير الواضح. وهناك الكثير من الأعمال التي يعتبر التفكير الواضح لازما لها، فالمهندسون ورجال الأعمال والمعلمون والأطباء والميكانيكيون وسائقو السيارات، وفي الجملة كل من يعمل ليكسب قوته، كلهم يحتاجون في أعمالهم إلى القدرة على التفكير. وتحتاج العلوم والرياضيات وغيرها من فروع العلم إلى مستويات عليا من المقدرة على التفكير. وبمضي الزمن تزداد باستمرار نسبة عدد السكان الذين يؤدون أعمالا تحتاج إلى التفكير المركب. إننا نعيش في ثورة صناعية من نوع جديد، فهناك الآن أعداد كبيرة من العقول الإلكترونية أو العقول العملاقة، وبعض هذه العقول الآلية تؤدي عشرات الآلاف من العمليات الحسابية والمنطقية في الثانية الواحدة، ويستطيع بعضها أن يدير المصانع آليا وأن يترجم اللغات ويؤدي أعمالا سهلة مثل مسك الدفاتر وتبويب المعلومات بسرعة متناهية. إن هذه الثورة الإلكترونية في استخدام المعلومات قد أخذت تغير وجه مجتمعنا الحاضر، ولهذا فإن الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى أناس يستطيعون أن يفكروا بوضوح، وأن يفهموا هذه الآلات وأن يخططوا لها ما تؤديه من الأعمال. عنوان: مثال عملي. في كثير من مواقف الحياة اليومية يكون التفكير الواضح هو الحد الفاصل بين النجاح والفشل في تأدية عمل ما، بل قد يكون هو الفاصل بين الحياة والموت. وإليك مثلا هذه القصة التي نشرتها إحدى الصحف عن صبي في العاشرة من عمره استطاع أن ينقذ حياة طائر بفضل تفكيره الواضح. صبي في العاشرة يحل معضلة، طريقة بارعة لإنقاذ طائر من جحر عمقه 30 بوصة. إن كثيرا من المشكلات يمكن التغلب عليها بحلول بسيطة، وإليك مثلا هذا الحل الذي توصل إليه صبي في العاشرة من عمره يدعى جون إيليتون لمشكلة إنقاذ فرخ طائر الهزاز. فلقد سقط هذا الطائر في جحر عمقه 30 بوصة في جدار من الأسمنت في جراج يجرى بناؤه، ولم يزد اتساع الفتحة على 4 بوصات في بوصة ونصف بوصة، فأعيت العمال الحيل لإخراجه دون جدوى. وأخيرا جاء جوني فأحضر دلوا مملوءا بالرمال وأخذ يصبها ببطء في الجحر، وكلما ازداد امتلاء الجحر بالرمل ارتفع الطائر فيه. وبعد ساعة من هذا العمل استطاع جوني أن يلتقط الطائر من الجحر بيده، وهذا ما أنقذه. فلنحاول أن نحلل الأفكار التي لابد أنها ترددت في عقل جوني وهو يفكر في حل المشكلة. فلعله بدأ يفكر في مختلف الوسائل التي يمكن بها رفع الأشياء. ربما أمكن إنقاذ الطائر بواسطة خيط أو دبارة تربط حوله، ولكن كيف يمكن أن يتم ذلك؟ لعله فكر في ذلك بعض الوقت ثم عدل عن هذه الفكرة، لأنه لم يتوصل إلى طريقة لربط الخيط حول طائر. لاحظ هنا أنه كانت هذه الأفكار قد طرأت لجوني، فإن تجربتها لم تحدث في الواقع،
وإنما في الخيال، أي إنه تخيل ما يمكن أن يحدث لو جربها. هذه ناحية أساسية من نواحي التفكير، فنحن نقول لأنفسنا إذا حدث كذا وكذا عندئذ قد يحدث كذا وكذا، وهكذا نصل إلى الحل في عقولنا دون أن نجرب كل حل ممكن تجربة فعلية. وإنك لترى إن في هذا كسبا كبيرا للوقت، وفي بعض الحالات يتعذر إيجاد الحلول للمشكلات العلمية التي نواجهها. يثير هذه الوسيلة العجيبة لتوفير الوقت. ولنعد ثانية إلى جوني، لعله بعد أن استبعد فكرة الخيط كحل للمشكلة فكر في أن يستخدم مادة لزجة في نهاية قصبة، ويمكن أن تنجح مثل هذه الوسيلة لو كان ما نريد رفعه هو قطعة نقود مثلا. ولكن جوني تخيل في الحال ما في هذه الطريقة من صعوبات، فأي مادة لزجة يمكن أن تستخدم. ترى أتؤذي الطائر الصغير أن ندفع عليه بقصبة؟ ترى أيحاول الطائر أن يخلص نفسه منها؟ إن هذه الطريقة إن تكن ليست مستبعدة تماما تنطوي على عدة مشكلات، ولهذا فمن الخير أن نفكر في طريقة أخرى قد تكون أيسر في التنفيذ. لاحظ هنا كيف يبحث العقل عن الحقائق المختلفة المتصلة بالمشكلة، وكلما استدعيت حقيقة ما طبقت على المشكلة التي أمامنا باستخدام أسلوب إذا عندئذ وتجربه في العقل. إن هذا الطراز من البحث العقلي هو من أسرار نجاح الناس ذوي القدرة على الإبداع، كالفنانين والكتاب والعلماء والرياضيين والمخترعين ورجال الأعمال الناجحين ورجال السياسة. ومن الخير لك أن تنمي في عقلك هذا الطراز من البحث المنظم كطريقة لتنمية قدرتك على حل المعضلات. ولنعد الآن إلى جوني ومعضلته الخاصة. ربما ومضت في ذهنه فكرة استخدام مغناطيس مربوط بخيط، ولكن لعله أدرك من خبراته السابقة بالمغناطيس إن مواد بذاتها هي التي يجذبها المغناطيس، وبصفة خاصة الحديد والصلب. ولعله قد راودته فكرة أن يضع شيئا حديديا تحت الطائر أو حوله، ولكنه سرعان ما أدرك أن هناك مشكلات أخرى لا بد من حلها، وهكذا انتقل إلى التفكير في طريقة أخرى. ألعله يستطيع أن يرفع الطائر بأن يملأ الجحر بالماء؟ ولكن هل الجحر مقفل من أسفله بحيث يحتفظ بالماء؟ أليس الطائر معرضا للغرق بهذه الطريقة؟ ولم نستخدم الماء، ربما كان استخدام الرمل أجدى. وأخذ جوني يتصور الرمل يدخل في الجحر ويملأ قاعة، وأخذ يتصور بعقله أن أرجل الطائر ستغطى بالرمل بتدريج، والطائر يرفع قدميه ليخلصهما من الرمال، وهكذا يرفع نفسه شيئا فشيئا. كما استطاع أن يتصور أنه إذا صب كمية من الرمال أكبر مما يجب دفعة واحدة فقد تطمر الطائر وتدفنه حيا، ولهذا فقد كان حريصا على أن يصب الرمال ببطء شديد ليتيح فرصة الخلاص منها. عنوان: النمط الأساسي في حل المشكلات. إن ما فعله جوني يمكن أن يعتبر مثلا نحتذيه في حل مشكلات أخرى، فلنلحظ الخطوط الرئيسية لهذه العملية. 1. إن حل المشكلة مبني على خبرات ماضية ومعلومات يحتويها العقل. 2. إن الحقائق المتصلة بالمشكلة تستدعى بواسطة عملية بحث عقلي، فنحن نستطيع بطريقة لا تزال غير مفهومة أن نوجه عقولنا إلى البحث عن تلك الحقائق المتصلة بالموقف، وأن نترك آلاف الحقائق الأخرى التي لا صلة لها بالمشكلة.
3. نستطيع بعد ذلك أن نتلاعب بما في عقولنا من حقائق للوصول إلى مختلف الحلول الممكنة. هذه العملية عملية تجميع الحقائق التي نعرفها من قبل لتطبيقها على مواقف جديدة لم نواجهها من قبل، تستلزم ما نسميه بتفكير. 4. نستطيع عن طريق التفكير أن نجري سلسلة من التجارب في عقولنا لنجرب فيها نتائج التفكير ولنرى ماذا تكون النتائج. 5. إن مثل هذه السلسلة من العملية الفكرية التي تؤدي فيها المشكلة إلى مشكلة أخرى تنتهي آخر الأمر بالوصول إلى استنتاج، فقد نستنتج إن طريقة ما ستنتج دون شك، أو إن طريقة ثانية لن تنجح بتاتا، أو إن طريقة ثالثة ممكن أن تنجح ولكنها تحتاج إلى مزيد من التفكير. 6. وأخيرا تصدر أحكامنا على الطرق المختلفة لحل المشكلة ونختار طريقة نعتقد إنها خير الطرق في هذه الظروف. 7. بعض المشكلات هي مشكلات عقلية بحتة، ومن أمثلة ذلك المشكلات الرياضية، وهي عادة تنتهي في العقل دون الحاجة إلى عمل شيء ما. ومن هذا القبيل كذلك معظم أحكامنا في الشؤون السياسية وأحكامنا التي نصدرها على الناس، وأن يكون من الممكن في هذه الحالات أن يأتي الفعل فيما بعد. ولكن كثيرا من المشكلات تنطوي على مواقف خارج عقولنا، مواقف تستدعي أن نجرب حولنا، وفي بعض الأحيان كما هي الحال في قصة جوني والطائر لا بد من تطبيق الحل سريعا وألا لما تعدله الفائدة المرجوة. وفي أحيان أخرى لا يكون العمل المباشر لازما في الحال، ولكنه يكون ضروريا في المستقبل القريب. ومن أمثلة ذلك مشكلة تنطوي على طريقة إنشاء مبنى أو طريق للوصول إلى مكان العمل، أو أسهل طريقة لنقل شيء ثقيل. في مثل هذه الحالات لابد من تطبيق الحل والتحقق من صحته، وإلا فإن ما أصدرنا من أحكام قد يكون غير صحيح، وقد يساء تطبيقه في وقت آخر. وما دامت الأحكام تنقل إلى الآخرين لعدة أجيال تالية، فمن المهم أن نتحقق من صحتها بأسرع ما يمكن. وفي حالة جوني فإنه قد يكون من العبث أن ينهي سلسلة تفكيره قبل أن يجرب الحل الذي ينتمي إليه، وقد كانت لتفكيره قيمة عملية، لأن الحل أثبتت صلاحيته عندما جرب فعلا. والآن بفضل الكلمة المطبوعة نجد أن هذا الحل يصل إلى آلاف الناس الذين قد يستطيعون تطبيقه لحل مشكلة مشابهة بطريقة أسرع، فقد يؤدي في المرة القادمة إلى إنقاذ طفل وليس مجرد طائر. وهكذا تتجمع لدينا مجموعة من الحقائق، ويصبح في إمكان الناس أن يحلوا مشكلات أكثر بكثير مما كانوا يستطيعون لو اعتمدوا على تفكيرهم فقط. عنوان هذا الكتاب: إن هذا الكتاب لن يمكنك من حل كل مشكلاتك، وإذا نجح في أن يشحذ ذكاؤك ولو قليلا فإنه قد يكون قد أدى غرضه، وربما أفادك مقدمة لدراسة أعمق لطرائق التفكير والتعليل، وبذلك يؤثر تأثيرا كبيرا في قدرتك على حل أنواع متعددة من مشكلات الحياة. وفي الفصول التالية سنعالج موضوع تحسين القدرة على التعليل بأن نفحص أولا بعض الأساليب القديمة في التفكير، تلك الأساليب التي نعتقد الآن إنها غير صالحة، وسنلاحظ بعض آثار هامة متخلفة لهذه الطرائق في التفكير لا تزال ذات جذور عميقة في مجتمعنا. ثم نبحث في طبعة الحقائق التي نحتاج إليها كأساس لتفكيرنا،
كيف نعرف الحقيقة من الخرافة؟ كيف يستطيع العلم الحديث أن يعنينا في ذلك؟ وبعد ذلك سنفحص عملية التفكير، وسنرى أن هناك طريقتين رئيسيتين للتفكير، وهي الاستنباط والاستقراء. وسنلاحظ الدور الأساسي الذي يلعبانه في التفكير الواضح. كما سندرس الدور الذي تقوم به اللغة، وسنرى بعض المشكلات التي تنجم عن استخدام اللغة استخداما خاطئا في عملية التفكير، وهذه المشكلة أساسية في دراسة علم المعاني. وبعد ذلك سندرس مشكلات تجنب الكثير من أساليب التفكير الخاطئ التي تؤدي بالناس إلى الوصول إلى نتائج غير صحيحة. ثم نحلل الدور الذي تقوم به الحقائق الناقصة وأثرها في تكوين الآراء، وسنرى كيف يمكن أن نتجنب سوء استخدام الآراء باتخاذ الموقف السليم إزائها. وسنوجه بعض العناية إلى الطرق التي نكون بها آرائنا عن طريق غيرنا من الناس، وعن طريق برامج التلفزيون والراديو والصحف والمجلات. وأخيرا سنطبق ما تعلمته في هذا الكتاب في تحليل العديد من الإعلانات التي تظهر على شاشة التلفزيون وفي الصحف والمجلات. والكتاب مليء بالمشكلات التي يمكنك عن طريقها أن ترهف عقلك، وتستطيع أن تطرح طرائقك في التفكير إلى حد كبير. إذا ثابرت على حل هذه المشكلات فليست هناك مهارة يمكن تنميتها بغير المرانة. والتفكير الواضح لا يشذ عن هذه القاعدة. إن المشكلات التي زُيّلت بها فصول هذا الكتاب يمكن أن تعينك على البدء في تحسين قدرتك على التفكير تحسنًا ملموسًا، فإني أنصحك ألا تمر بها مر الكرام. وقد زوّد الكتاب في آخره بإجابات مفصلة لكل مشكلة معروضة، فلا تتبع سبيل الكسالى بأن تبحث عن الحل بمجرد قراءة المشكلة، بل فكر في حل المشكلة بنفسك، وعند ذلك فقط وليس قبل ذلك يمكنك أن تنظر في الإجابة، وهكذا تحصل على بعض المرونة التي تحتاج إليها لكي تتعلم أن تفكر تفكيرا واضحا. وهنا ننتهي من قراءة الفصل الأول من الكتاب. الفصل الثاني من كتاب التفكير الواضح. عنوان: العلم والخرافة. في عام 480 قبل الميلاد أرسل إكزاركيس ملك الفرس أسطولا مكونا من 1000 سفينة لمهاجمة الإغريق قرب أثينا، فاجتمع ممثلون للمدن اليونانية ليبحثوا فيما يجب عليهم أن يفعلوه إزاء هذا الهجوم. وكان من رأي البعض أن يستسلموا، ومن رأي البعض الآخر إنه يجب عليهم أن يقاتلوه، وحتى وإن تكن فرصة الفوز ضئيلة. ولكن الراغبين في القتال لم يستطيعوا أن يتفقوا فيما بينهم على خطة العمل. ولهذا السبب وطبقا لتقاليد ذلك العصر استشيرت كاهنة الوحي في معبد دلفي، فأعدت الكاهنة نفسها لأداء مهمتها بأن شربت ماء من نبع مقدس، ومضغت أوراق شجر الغار، وهزت غصنا من أغصان الغار. وبعد أن راحت في غيبوبة عرضت عليها المشكلة، فكان جوابها، والمفروض هو ما أشار به الإله بولو: إن على الناس أن يعتمدوا على الجدران الخشبية. ولكن كاهنة الوحي لم تقل شيئا عن المكان الذي تقام فيه هذه الجدران الخشبية، فظن بعض الناس إنه يجب عليهم أن يقيموا سياجا من القوائم الخشبية المدببة فوق القلعة القديمة بالمدينة.
وإما قائد القوات المسلحة الذي كان قد وضع خطة أساسها معركة بحرية، فقد أصروا على تفسير خاص لهذه الجدران الخشبية، إذ اعتبر أنها تشير إلى الهياكل الخشبية للسفن. واستطاع هذا القائد باستخدام أسطول من 300 سفينة صغيرة في البواغين الضيقة بين جزيرة سلاميس وشاطئ أتيكا أن يناور الأسطول الفارسي الذي كان يتكون من 1000 سفينة كبيرة ويهزمه. وما دامت النصيحة التي قدمها الإله بولو قد ثبتت جدواها، فلا بد إن إيمان الناس بهذه الطريقة لحل المشكلات قد ازداد. ولكننا نعجب بالقائد الذي استطاع أن يحول الكلام الغامض الذي أدلى به ليلائم ما وضع من خطط. يوضح لنا هذا الحادث إحدى طرائف التفكير المألوفة لدى الشعوب القديمة، فلم يكن الإنسان يعرف إلا القليل عن قوة الطبيعة التي تؤثر فيه. كانت العواصف نسردٌ سبب ظاهر فتهدم الأكواخ وتبرق السماء على حين غرق، فتعصف بالأشجار وتهدم المباني بقوة يصعب تصورها. ويحدث القحط في إحدى السنين فيودي بالمحصولات، ثم ينهمر الغيث في سنة أخرى فيسبب الوفرة والنماء. وإذ لم يفهم الإنسان القديم معنى لهذه الأحداث المفاجئة، أخذ يفكر في أسبابها، فتوصلوا بالتدريج وفي بطء شديد إلى تفسير لهذه الظواهر، وأصبح يعتقد أن هناك آلهة متعددة تتحكم في أحداث الطبيعة، وإن هذه الآلهة كالإنسان تماما، تحب وتكره. وهكذا أصبح معنى البرق مفهوما عندما فسره الإنسان القديم بأنه علامة غضب الإله جوبيتور. فإذا سقط إنسان وكسرت ساقه فربما اعتبر الحادث نتيجة لغضب إله أو روح ما وكرهها لأفعال ذلك الإنسان. وقد يكون السبب في مرض ما تلك الساحرة العجوز التي تقتل في منزلا متداعيا في إحدى شوارع البلدة. عنوان: الخرافات في عصرنا. لا يزال بعض الناس في عصرنا يقرع الخشب أو يمسك الخشب في تعبيرنا العامي، ولعلهم لا يدركون الأصل في هذا التعبير، فهم في الواقع يحاولون طبقا للخرافة القديمة أن يستردوا جنية الغابة التي أصبحت حبيسة قطعة من الأثاث عندما قطعت الشجرة من أجل الانتفاع بخشبها. وهناك حتى الآن من يقفل راجعا إلى بيته إذا عبرت طريقه قطة سوداء. مثل هذا الشخص يؤمن بالنظرية القديمة التي تقول بأن القطة السوداء قد تكون ساحرة شريرة خرجت لتقيد لشخص ما. وهناك الكثيرون في أيامنا هذه يؤمنون بهذه الخرافات. وفي المناطق البدائية لا يزال الناس يتفوهون بألفاظ سحرية لشفاء الأمراض. وفي بعض المناطق الولايات المتحدة الأمريكية يكيد الناس لأعدائهم باتباع الأساليب البدائية، كأن يغزوا بالدبابيس صورا أو رسوما معينة حتى يوقعوا بهم الأذى. ولا يزال كثير من الناس يقصدون النساء الغجر ليكشفن لهم عن طوالعهم. وبعض بنات ناطحات السحاب يسقطون الرقم 13 من حسابهم عندما يرقمون طوابق عماراتهم، لأن الكثيرين يرفضون أن يعملوا في المكاتب التي تقع في الدور ال13. ولا يزال هناك أناس يخشون إذ ما كسروا مرآة أن تحل بهم سنوات النحس السبع. عنوان: الطوالع. تخصص الكثير من صحف عصرنا الراهن حيزا كبيرا من صفحاتها لئلا من آثار الماضي العتيق،
ذلك هو الطالع أو البخت. والطوالع تنبؤات عن الناس والأحداث، والمفروض فيها إنها مبنية على مواقع الشمس والكواكب في السماء. ولقد كان توصل الإنسان إلى هذه النظرية في تفسير أسباب الأحداث دليلا على تقدم كبير في المعرفة الإنسانية في إحدى حقب التاريخ، فقد كان الوصول إليها نتيجة لبحث الإنسان الدائب عن تفسير معقول للأحداث. فإذا كان هناك نجم معين يظهر في السماء عند الفجر عندما يوشك الربيع أن يبدأ، ويتكرر ذلك عاما بعد عام، أليس هذا دليلا معقولا على أن ظهور ذلك النجم هو السبب في حلول الربيع؟ أليس موقع الشمس من السماء هو الذي يتحكم في فصول السنة، وبذلك يقرر هل الحياة تتجدد بعد برد الشتاء وقسوته أم لا؟ وهكذا أخذ الناس ينتظرون من الشمس والنجوم والكواكب دلائل على ما تفكر فيه الآلهة وتدبر له من الأحداث. ولقد كرس الكثيرون من نوابغ الرجال حياتهم لدراسة الحركات الغامضة للكواكب والنجوم في السماء وما تدل عليه في شؤون البشر، وحققوا نجاحا في بعض نواحٍ هامة. فاستطاع قدماء المصريين أن يتنبأوا كل عام بالأيام التي يغمر فيها نهر النيل شاطئه، ولقد كان هذا نجاحا كبير الشأن في تلك الأيام. وأخذ الملوك الأقادمون يتطلعون إلى النجوم للحصول على مزيد من المعلومات عن الأحداث على الأرض. وهكذا أصبح المنجمون، وهم أولئك الناس الذين كانوا يدرسون الأجرام السماوية وتحركاتها لاستطلاع الغيب، ناصحين ذوي شأن للملوك والنبلاء الذين كانوا يستشيرونهم إذ ما أرادوا أن يشنوا حربا أو يجبوا ضريبة مكروهة، بل حتى إذا ما أرادوا أن يتزوجوا. وعند مولد أمير وأميرة كانوا يستدعون المنجم ليدرس مواقع النجوم ويتنبأ بمستقبل الوليد، ويشير إلى الأخطار التي يلزم تحاشيها لتجنب الكوارث. ولقد أصبح ما وقف عليه المنجمون من معلومات عن الأجرام السماوية أساسا لعلم الفلك الحديث فيما بعد، ويمكننا أن ندرك الصلة الوثيقة الواضحة بين ملاحظات هؤلاء المنجمين وبين تزايد المعرفة الإنسانية حتى توصل الإنسان إلى اختراع الأقمار الصناعية الحديثة وسفن الفضاء. ولقد كان المنتظر بعد ذلك أن يترك التنجيم في زوايا النسيان، ولكن كثيرا من الصحف اليومية تنشر كل يوم ما تسميه طوالع أو نصائح ترشد الناس كيف يسلكون، وهي تقديرات فلكية مبنية على مواضع الشمس والكواكب وقت ميلاد الشخص. ومن المفيد جدا أن ندرس أحد هذه الطوالع في شيء من التفصيل لتقف على السبب الذي حدا بالكثيرين من الناس أن يؤمنوا بالتنجيم. وإليك طالعا يعتبر نموذجا لما قد تجده في أي صحيفة يومية. طالعك اليوم. كن حريصا اليوم في علاقاتك الاجتماعية، فإن هناك ما يغري بتجاهل القواعد والعادات، ويمكن أن تقع عدة مقابلات عاطفية وفرص ملائمة لجذب انتباه الجنس الآخر. ويمكن لأولئك المولودون في برج الجدي، وبصفة خاصة أولئك الذين ولدوا قرب نهاية البرج، أن يتوقعوا أن يكونوا ذو شعبية كبيرة. وأما أولئك المولودون في برج الحوت فلديهم فرصة لعرض آرائهم على بساط البحث في المساء، حيث الوقت ملائم جدا للجميع لحضور الاجتماعات وقراءة الكتب والقيام بالأعمال العقلية. وتشير دراسة منطقة الأبراج إلى أحداث أكثر بهجة، فحاول أن تحقق مصالحك الشخصية،
وللمولودون في برج القوس فرص عديدة لتحسين مركزهم الاجتماعي. وأما أولئك المولودون في برج الجوزاء فإنهم يستطيعون أن يفيدوا من الآخرين إذا تعاونوا، وبصفة خاصة مع أزواجهم أو زوجاتهم أو شركائهم في العمل. إن الغد يبشر بالخير لمن يؤدون أعمالا يدوية، وهو يوم ملائم كذلك للحصول على الحقائق وتنفيذ برامج العمل الموضوعة. إن مثل هذه الكلمات أو المولودون في برج الجدي أو الحوت أو القوس أو الجوزاء تشير إلى أولئك الناس الذين ولدوا عندما كانت مجموعة معينة من النجوم في أوضاع في السماء تسكنها، كما كان المعتقد من التأثير في حياتهم. فبهذه الأسماء مأخوذة من أسماء الاثنى عشر برجا التي تكون مجموعة الأبراج الفلكية، وهي المنطقة من السماء التي تظهر الشمس والقمر والكواكب كأنها تتحرك خلالها ليلة في أثر ليلة، في حين إن الأرض والكواكب تدور حول الشمس. والأبراج الاثنى عشر هي الجدي والقوس والعقرب والدلو والحوت والحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والعذراء والميزان. فالمنتهي إلى برج الجدي مثلا هو ذلك الذي ولد في وقت كان فيه برج الجدي في موضع يمكنه من أن يكون ذا أثر كبير في حياته. إن القراءة الفاحصة للنموذج السابق توضح لنا إنه لا فرق في كثير أو قليل بين أن يولد الإنسان في برج الجدي أو برج الدلو، فكل قارئ يجد في الطالع نصيحة طيبة، وكل ما في الطالع مكتوب بصفة عامة بحيث يمكن أن ينطبق على أي إنسان، وليس هناك من سبيل إلى إثبات ما إذا كانت النصيحة تنطبق على أغلب الناس أو على بعضهم فقط، أو لا تنطبق على أحد على الإطلاق. عنوان: تحليل الطالع. تأمل الجزء الأول من الجملة الأولى: كن حريصا اليوم في علاقاتك الاجتماعية. كن حريصا عندما تقابل الناس. لا شك في أن هذه نصيحة جيدة في كل الأوقات، ولكن الطالع لا يبين إلى أي حد يجب أن تكون حريصا، ولا ما هي الطرق التي يجب عليك أن تتبعها لكي تكون حريصا. والعبارة في الواقع تترك للقارئ أن يفسرها بنفسه، وعلى ذلك فهي لا تؤدي أي خدمة عملية. ثم تأمل الجزء الثاني من الجملة، فإن هناك ما يغري بتجاهل القواعد والعادات. فأية قواعد وعادات يعني صاحب الطالع؟ وهل المطلوب أن نقاوم الإغراء أو أن نستسلم له؟ إن الطالع لا يدلنا على ما يجب أن نفعل. فلنفرض أن أحد قراء هذا الطالع كان واقفا ينتظر دوره في الصف، فحاول أن يسبق آخر في صفه هذا الآخر لتجاوز حقه. إن مثل هذا الشخص يستطيع أن يقول إن الطالع حذره من تجاهل القواعد والعادات. وإذا طرد شخص آخر من عمله لأنه رد ردا سليطا على رئيسه، فقد يندم إذ إنه لم يعمل بنصيحة الطالع الذي حذره من مخالفة القواعد. فإذا لم يحدث شيء من هذا القبيل، استطاع الشخص أن يقول إنه سعيد إذا عمل بنصيحة الطالع ولم يخالف أي قاعدة عند مقابلته للناس في ذلك اليوم. وهكذا فمهما يحدث فليس من السهل أن نثبت إن الطالع مخطئ أو مصيب في تنبؤاته. ولنتأمل عبارة أخرى من عبارات الطالع، ويمكن أن تقع عدة مقابلات عاطفية وفرص ملائمة لجذب انتباه الجنس الآخر. لاحظ استعمال كلمة يمكن
فإن كاتب الطالع يحرص دائما على ألا يقول شيئا محددا، فهو لا يقول مثلا إن المولودون في برج الجدي سيقابلون اليوم خلانا عاطفيين، لأن مثل هذه النبوءة يستطيع القارئ بسهولة أن يستوثق من صحتها أو كذبها. فإذا صاغ المنجم طوالعه في عبارات غامضة استطاع القارئ أن يفسرها كما يشاء على ذلك، فالطالع ينطبق على جميع الناس على السواء. فإن النصيحة الخاصة بالخلان العاطفيين يمكن أن تنطبق على أي شخص مجبوب العاطفة مولع بالخيال في أي يوم من أيام السنة في أي بقعة على الأرض، بصرف النظر عن مواقع الشمس والكواكب في السماء. ثم تأمل هذه العبارة: إن أمام المولودون في برج الحوت فرصة لعرض رأيهم على بساط البحث في المساء، حينما يكون الوقت ملائما جدا للجميع لحضور الاجتماعات وقراءة الكتب والقيام بالأعمال العقلية. هذه العبارة قابلة للتطبيق على أي إنسان، وهي حقيقة لا شك فيها، ويمكن أن تصدق لو استبدلنا عبارة الإنجليز أو أهالي نيوجيرسي بعبارة المولودون في برج الحوت. لماذا إذن يقرأ الكثيرون من الناس هذه الطوالع ملتمسين فيها النصيحة والإرشاد؟ إن الطالع كثيرا ما يثير اهتمامنا لأنه يتنبأ للإنسان بمستقبله، فهو نوع من المخدر الخفيف الذي يهمس في أذنك: لقد قررت الأقدار مصيرك فلا حاجة بك إلى بذل جهد كبير. وهكذا يعتبر الطالع سندا نفسيا لأولئك الناس الذين لا تسير حياتهم على خير ما يبتغون، وهم يستطيعون أن يفسروا ما تقوله الطوالع بطرق مختلفة، وأن يحددوا فيها ما يودون أن يجدوه. كما رأينا من قبل، هناك كثيرون من الناس يميلون إلى الاعتقاد في الطوالع، لأنه مهما يكون من أمر فهي تتحقق، فالناس سريع التأثر من السهل أن يقتنعوا كنتيجة لخبرتهم بصحة الطالع وبأنه يعينهم في شؤون حياتهم. ولا شك أن أي إنسان يتبع النصائح الجيدة سيستفيد بصرف النظر عن مواقع النجوم في السماء، وكثيرا ما تكون النصيحة من ذلك النوع الذي يشير إلى أن أحداثا محتملة الوقوع ستحدث فعلا، ولكنها تترك للشخص نفسه أن يتخيل ماذا سيحدث. فلو ذهبت إحدى الفتيات إلى قارئة البخت فإنها تقول لها: ستقابلين شابا غنيا وسيما أعزب. فمن المحتمل أن تقابل الفتاة المسكينة رجالا مرموقين في أوقات مختلفة، ربما كل بضعة أشهر أو نحو ذلك. ولكن ما يحدث عندما تحين هذه الفرص فهذا شيء آخر. المهم أنه يعزي إلى الغجرية قارئة البخت الفضل في أنها تنبأت نبوءة صحيحة. الفصل الثالث من كتاب التفكير الواضح. عنوان: التعليل المنطقي. نشرت إحدى الصحف القصة بالطريقة التالية: يحس بما لا يراه. هربرت ويلسون، رجل ضرير من أهالي كينيكوت، يعمل في شد أوتار البيانو. وقد حدث في عصر يوم الثلاثاء الماضي، إن كان ذاهبا مع زوجته إدنا بالسيارة إلى ميربلتون، وعندما اجتاز البوابة المسمى أوتودور استدارت زوجته حول منحنى في الطريق،
ثم اتخذت خط سير مستقيم ووجهتها الشمال قاصدة ميربلتون، فقال لها ويلسون: لقد سرت في اتجاه خاطئ. وبعد أن قطعت ميسيس ويلسون 9 أميال اعترفت بأنها فعلا أخطأت الطريق. فكيف عرف ويلسون ذلك وهو ضرير؟ لقد كانت الشمس تسطع على ذراعه اليمنى وهو جالس في الجانب الأيمن من السيارة، وما كان يجب أن يحدث ذلك. قال ويلسون: لو إن اليوم كان غائما لضللنا الطريق. فلندرس بالتفصيل كيف توصل المستر ويلسون إلى معلومات جديدة عن طريق التفكير فيما لديه من حقائق. الحقيقة الأولى: إن الشمس تدفئ الأجزاء المكشوفة من جسم الإنسان. الحقيقة الثانية: تكون الشمس في الغرب بعد الظهر. الحقيقة الثالثة: إن العلاقة بين الجهات الأربع هي الشرق والشمال والغرب والجنوب. الحقيقة الرابعة: كان المستر ويلسون جالسا في الجانب الأيمن من السيارة. الحقيقة الخامسة: كانت ذراعه اليمنى قد أخذت تدفأ بتأثير الشمس. الحقيقة السادسة: كان لابد من السير صوب الشمال للوصول إلى ميربلتون. ولعل المستر ويلسون قد فكر بالطريقة التالية: 1. لو كنا سائرين شمالا لكانت الشمس الغاربة إلى الجانب الأيسر من السيارة ولا ما شعرت بحرارتها، ولكني أشعر بأن ذراعي اليمنى قد أخذت تدفأ، ولا شك في أن ذلك راجع إلى الشمس. 3. إن القول الأول يتعارض مع القول الثاني، فلا بد إن أحدهما خطأ، وما دامت أعرف من خبرتي الشخصية إن القول الثاني صحيح، فلا بد إن القول الأول خطأ. 4. إن القول الثاني يكون صحيحا إذا كنا سائرين في اتجاه الجنوب، إذن فنحن الآن سائرون في اتجاه خاطئ. وهكذا أمكن الوصول عن طريق التفكير إلى معلومات جديدة أو نتيجة لما تكن جزءا من المعلومات الأصلية. وقد حصل مستر ويلسون على هذه المعلومات بأن وضع الحقائق المعروفة له جنبا إلى جنب في عقله، ولم يحصل عليها بالملاحظة، أي بملاحظة أن السيارة كانت تتجه نحو الجنوب. ولعل مستر ويلسون لم يضع الحقائق جانبا إلى جنب بنفس الطريقة التي بينها إنفا، فربما كان قد مر بأجزاء من هذه العملية العقلية في الماضي، وأدرك أن دفء ذراعه اليمنى معناه أن السيارة تسير صوب الجنوب. ولهذا فمن الممكن أن يكون قد وصل إلى استنتاجه في طرفة عين بمجرد أن شعر بدفء ذراعه اليمنى. ولكن عندما نحلل خطواته العملية فإن جميع الخطوات التي بيناها إنفا لازمة للوصول إلى استنتاج صحيح، فإذا استبعدت واحدة منها تعذر الوصول إلى الاستنتاج الذي وصل إليه ويلسون. حاول بنفسك وستجد أن كل حقيقة في القائمة المشار إليها يجب أن تكون موجودة للوصول إلى القرار النهائي، وهو ما نسميه بالنتيجة. وليس معنى هذا أن النتيجة التي وصل إليها المستر ويلسون ما كان يمكن أن تخطئ، فنحن لا يمكن أن نكون واثقين تماما أننا نملك كل الحقائق المتصلة بموقف ما. فلنفرض مثلا أن محتالا قد وضع مصباحا كهربيا للتدفئة على الجانب الأيمن من السيارة، أو أن مستر ويلسون كان يشعر بالدفء نتيجة هبوب ريح دافئة على ذراعه، أو لعله كان يشكو نوعا من الحمى رفعت درجة حرارة ذراعه اليمنى. فإذا سلمنا بأن هذه الحقائق غير المألوفة لم تكن موجودة، فإن مستر ويلسون قد وصل إلى النتيجة بطريقة منطقية مستخدما الحقائق التي ذكرناها.
والمنطق هو دراسة القواعد التي يمكن أن نضع القضايا المتصلة بموضوع ما بعضها إلى جوار بعض بطريقة صحيحة، بحيث يمكن الوصول إلى قضايا جديدة، والقضايا الجديدة المستقاة من قضايا أخرى بطريقة منطقية، أي باستخدام قواعد المنطق، تسمى استنباطًا. ويمكن بعد ذلك أن تستخدم هذه الاستنباطات كأساس للوصول إلى استنباطات أخرى، وهكذا يمكن أن توجد سلسلة من التفكير المنطقي المتصل للوصول إلى معلومات جديدة هامة. عنوان: الاستنباط. إنك تلاحظ من تأملك لسلسلة أفكار المستر ويلسون إنها تتكون من عدد من الاستنباطات اشترك كل منها في الوصول إلى النتيجة النهائية. ونحن في تعريفنا السابق الذكر للمنطق والاستنباط لم نشر إلى الحقائق كنقطة البدء للوصول إلى حقائق جديدة، وإنما أشرنا إلى قضايا إن قواعد المنطق قد استخدمت دون النظر إلى صحة القضايا أو المقدمات أو كذبها. وفي كثير من مواقف الحياة العملية تختلف آراء الناس فيما إذا كانت المقدمات صحيحة أم لا، وهكذا نجد أن مشكلة الوصول إلى نتائج صحيحة في المواقف العملية تنقسم إلى جزئين. وعالم المنطق يهتم بعملية الوصول إلى النتائج من المقدمات، مفترضا أن المقدمات صحيحة، وهو يترك لسواه أن يقرر هل المقدمات والنتائج المأخوذة منها تطابق الحقيقة أم لا. وكما رأينا، إنما هو صادق تماما بالنسبة لإنسان، ما قد يكون نصف صادق بالنسبة لإنسان آخر، وقد يكون غير صادق البتة بالنسبة لثالث. ولكي نحول دون أي سوء فهم لكلمة صادق وغير صادق، خير لنا ألا نستعملها في وصف العمليات المنطقية. إن كلمة صحيح أفضل بكثير لبيان ما إذا كان الاستنباط قد تم بطريقة سليمة. وبعبارة أخرى، إن النتيجة التي تصل إليها من مقدمتين قد تكون صحيحة، أي توصلنا إليها بطريقة منطقية. ولكن إذا كانت المقدمتان غير صادقتين، فمن المحتمل وليس بالضروري قطعا أن يكون الاستنباط، وهو النتيجة النهائية لعملية التفكير، غير صادق كذلك. وبالعكس، قد نبدأ بمقدمات صحيحة، ولكن باستخدام أساليب غير منطقية في التفكير نصل إلى نتائج غير صحيحة. فلكي يكون تفكيرنا في مواقف الحياة اليومية تفكيرا صحيحا، من المهم أن نبدأ بمقدمات صحيحة، وأن نستخدم الأساليب المنطقية في التفكير. فأنت إذن بحاجة إلى حقائق، أي قضايا صادقة عن أمور حقيقية، ثم لا بد لك من أن تستخدمها بطريقة منطقية للوصول إلى نتائج صحيحة مستنبطة من تلك الحقائق. والآن فلنتأمل طبيعة الاستنباط عن طريق التمثيل إليك مقدمتين. 1. إن النظام الجمهوري هو خير نظام الحكم. 2. إن حكومة أنتولا جمهورية. لاحظ أن المقدمة الأولى هي رأي قد توافق عليه أو قد لا توافق، فلنفترض أن المقدمة الثانية حقيقة، ولكن بصرف النظر عن صدق القضيتين أو كذبهما لنعتبرهما مقدمتين، فنتجاهل مؤقتا كونهما صادقتين أو كاذبتين لنصل إلى نتيجة. فمن هاتين المقدمتين نستنتج الآتي: 3. وإذن فأنتولا لا تملك أحسن نظم الحكم. هذه النتيجة القضية الثالثة:
قد توصلنا إليها بالطريق الصحيح من المقدمتين الأولى والثانية، فهي إذن نتيجة صحيحة، ولكنك قد تنكر إنكارا تاما صحة هذه النتيجة. في هذه الحالة تكون محاولاتك لإثبات كذبها موجهة ليس إلا إلى الطريقة المنطقية التي توصلنا بها إلى النتيجة، ولكن إلى صدق أو كذب المقدمتين. إن القضايا الثلاث التي قدمناها الآن هي مثال لما يعرف في المنطق بالقياس المنطقي. ففي القياس نجد مقدمة كبرى القضية رقم 1، ومقدمة صغرى القضية رقم 2، ثم استدلالا مأخوذا منهما وهي القضية رقم 3. وفي دراسة المنطق تستبعد تفصيلات القضايا ويعمم شكل القياس باستخدام الحروف مثل ألف وباء وجيم لتمثل الأجزاء الرئيسية للقضايا. ففي المثال السابق الذكر يكون الشكل المنطقي كالآتي: 1. ألف يرمز إلى الجمهورية، وباء يرمز إلى خير نظم الحكم، وجيم يعبر عن حكومة أنتولا، وهي تعبر عن ألف وهي الجمهورية، وإذا جيم تعبر عن حكومة أنتولا، وباء هي خير نظم الحكم. والشكل العام للقياس المنطقي هو: ألف هو باء القضية الكبرى، وجيم هو ألف القضية الصغرى، إذا جيم هو باء الاستدلال. هذا هو ما يسميه المناطق بالقياس الحتمي، أي إنه قياس مكون من 3 قضايا بسيطة. وفضلا عن المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى والاستدلال، فإن لهذا النوع من القياس المنطقي 3 أنواع من الحدود: الحد الأكبر الذي نجده مرة في المقدمة الكبرى ومرة ثانية في الاستدلال، والحد الأصغر الذي نجده مرة في المقدمة الصغرى ومرة في الاستدلال، والحد الأوسط الذي نجده مرة في المقدمة الكبرى ومرة في الصغرى، ولكننا لا نجده أبدا في الاستدلال. وفي القياس السابق الذكر الحد الأكبر هو باء الذي يعبر عن خير نظم الحكم، أو الحد الأصغر وهو جيم الذي يعبر عن حكومة أنتولا، والحد الأوسط هو ألف الذي يعبر عن الجمهورية. وبما أن هذا القياس قد وضع وضعا صحيحا طبقا لقواعد المنطق الشكلي، فلا بد أن نصل إلى النتيجة من المقدمات. وبعبارة أخرى إن الاستنباط نتيجة لازمة للمقدمتين. إن الاستنباط هو عملية عقلية تتعاوى تحت عنوان أعم هو الاستدلال، والاستدلال هو أي نتيجة نصل إليها عن طريق التفكير. أما الاستنباط فهو نوع خاص من الاستدلال نحصل عليه كنتيجة لازمة لقضايا أخرى كما وصفنا إنفا. وهناك كما سنرى بعد حين أسلوب آخر للتفكير نصل عن طريقه إلى نتائج. ولا بد هنا من الإشارة إلى عملية من عمليات الاستنتاج وثيقة الصلة بالاستدلال، وإليك مثلا عليها من مواقف الحياة اليومية. فلنفرض أنك مدعو للعشاء في منزل صديق، وقرب منتصف الليل ينهض صديقك فيطفئ بعض الأنوار ويغلق الباب الخلفي ويضع بعض ماء الشرب لكلبه، ثم يعود إلى غرفة الجلوس وهو يكتم تثاؤبه ويتطلع إلى الساعة. إنك تستنتج من مسلك صديقك إنه يود لو غادرت منزله، وتدل تصرفات صديقك على إن هذا هو ما يرغب فيه. عنوان: الاستقراء. تأمل الآن هذا النوع من الاستدلال المبني على الملاحظة الفعلية للمنازل. 1. إن المنزل ألف في المجموعة السكنية التي أقطنها صندوق الشكل.
2. إن المنزل باء في المجموعة السكنية التي أقطنها صندوق الشكل. 3. كل المنازل في المجموعة السكنية التي أقطنها صندوقية الشكل. 4. كل المنازل في هذه المدينة صندوقية الشكل. 5. وإذن فكل المنازل صندوقية الشكل. كيف وصلنا إلى النتيجة القضية الخامسة، وهي إن كل المنازل صندوقية الشكل؟ لقد جمعنا حقائق منفصلة عن جميع المنازل في المجموعة السكنية، ثم عن كل منزل في المدينة، فلاحظنا أن كل منزل منها صندوق الشكل، وقد استنتجنا من هذه الحقائق أن جميع المنازل في المدينة بغير استثناء صندوقية الشكل. وقد نستطيع من هذه الحقائق أن نستنتج أن جميع المنازل في كل مكان صندوقية الشكل. ففي هذه الحالة وصلنا إلى النتيجة بطريق الاستقراء وليس بطريق الاستنباط. والمشكلة في تعميم الحكم على جميع المنازل في كل مكان بأنها صندوقية الشكل هي أننا لن نستطيع أن نتأكد من أنه لا توجد بيوت يختلف شكلها عن الشكل الصندوقي في مناطق نائية لم نراها. ولقد نجد بعض المنازل من هذا الطراز في المدينة المجاورة أو في مدينة أخرى بعيدة، وقد تكون المنازل الصندوقية الشكل في بلد أجنبي هي الاستثناء وليست القاعدة. فعندما نصل إلى نتيجة ما بطريقة الاستقراء من عدة حقائق لاحظناها، ليس من المحتم أن تصدق تلك النتيجة على كل حالة بذاتها. فلو عددنا 1000 منزل صندوقي الشكل ووصلنا إلى نتيجة أن المنازل صندوقية الشكل، فمن أين لنا أن نعرف أنه لا يوجد منزل دائري الشكل وراء الناصية حيث وقفنا في إحصائياتنا للمنازل؟ إن النتيجة التي نصل إليها بالاستقراء تختلف عن النتائج التي نصل إليها بطريق الاستنباط، في أنه لا يمكن إثباتها منطقيا. فإننا لا يمكن أن نجزم بأن النتيجة التي وصلنا إليها تصدق على كل حالة إلا إذا لاحظنا كل حالة بذاتها في كل مكان وفي كل زمان، في الماضي والحاضر والمستقبل. وواضح أن هذا محال، وإذن فإنه لا يمكن أن نجزم بأن النتائج التي نصل إليها بطريق الاستقراء هي نتائج صحيحة 100%. وبالرغم من هذا فإن الاستدلال عن طريق الاستقراء عنصر هام من عناصر التفكير، وهو الأساس لكثير من الحقائق التي نعتقد في صدقها. إننا نحصل على معظم الحقائق عن البيئة المحيطة بنا عن طريق الخبرة والتجارب والقياس والملاحظة، فنحن نرى الأحداث ونسمعها ونحس بها. فإذا كنا بعد خبرتنا بنوع معين من الأحداث نلاحظ حدوث نفس الشيء باضطراد، فإننا نلخص ملاحظاتنا المتفرقة بشكل تعميم، وهذه العملية هي عملية استقراء وليست عملية استنباط. فمثلا إذا أمسكت بقرة في الهواء ثم تركتها تسقط، وإذا أمسكت بقطعة نقود وتركتها في الهواء سقطت كذلك. وربما قمت بهذا العمل 1000 مرة في حياتك، وفي كل مرة يسقط الشيء، وهكذا نتيجة لتجاربك هذه استنتجت بطريقة الاستقراء إنه إذا أمسكنا بجسم في الهواء ثم أفلتناه يسقط. التفكير الاستقرائي هو تكوين أحكام عامة مبنية على عدد من الملاحظات التي أجريت على أحداث متشابهة، وهذه هي الطريقة التي نحصل بها على الحقائق العامة التي نتعلمها عن العالم الذي نعيش فيه. ثم أنك عندما تقارن خبراتك بخبرات سواك تجد أنه قد وصل إلى نفس النتيجة، كما نجد نفس الشيء مذكورا فيما كتب الأقدمون من كتب، وهكذا يصبح هذا القول حقيقة مقبولة
في كل مكان، أي إنه يصبح حقيقة أساسية عن بيئتنا يقبلها الجميع. ولكنك قد تذهب ذات يوم إلى حفل لعرض الألعاب السحرية، فترى الساحر يمسك بتفاحة في الهواء، فإذا تركها غمرتك الدهشة، إذ تراها ترتفع بدلا من أن تسقط. وهنا تساورك الشكوك وتتساءل: ماذا فعل الساحر بهذه التفاحة؟ لعل التفاحة متصلة بخيط دقيق يخترق ثقبا صغيرا في سقف المكان، يجذبه منه إحدى مساعديه إلى الأعلى. في مثل هذا الحادث ينشأ تعارض بين الحقيقة التي نعرفها وبين ما نلاحظه، فإن ما يحدث أمامك يخالف ما تعرف إنه الصحيح، وعندئذ تبدأ في البحث عن السبب، فإن ما حدث لتفاحة الساحر يخالف مألوف خبراتك. فلنفرض أن مثل هذا التناقض لا يحدث في عرض الألعاب السحرية، ولكن في الهواء الطلق وفي يوم صحو، ولنفرض أنك لا تستطيع الوقوف على السبب، فإن التفاحة ترتفع بدلا من أن تسقط. عندئذ لابد لك من أن تغير ما اعتبرته حقيقة بشكل ما، كأن تقول مثلا: 1. إن الأجسام التي نمسك بها في الهواء فيما عدا هذه التفاحة تسقط إذا طرقناها. أو إن الأجسام التي نمسك بها في الهواء ثم نتركها تسقط في أغلب الأحيان. اذكر أي حقيقة تشاء، وذلك أن تختار من الحقائق ما تعتبره مؤكدا. قام التأكيد كالحقيقتين الآتيتين: تشرق الشمس في الشرق أو في يوم 24 ساعة. إنك لا تستطيع أن تجزم بأن هذه الحقائق ستبقى هكذا إلى الأبد أو حتى في الغد. والواقع أن العلماء يعتقدون أن سرعة دوران الأرض تقل بالتدريج، وربما حدث بعد عدة بلايين من السنين أن تصبح الأرض موجهة للشمس بجانب واحد منها طوال الوقت، وعندئذ يمتد طول اليوم إلى الأبد، ولا تشرق الشمس ولا تغرب قط. إن الحقائق التي تصدق على الشمس اليوم قد لا تصدق في ذلك التاريخ البعيد. وهكذا نرى إنه لا يمكن أن نثبت إن حقيقة ما تصدق في كل الأزمنة وفي جميع الأماكن والظروف.